عوامل مهمة أوي 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 أوي، وكذا سبب رئيسي يقدر إن شاء الله بأمر الله يرجح كافة النادي الأهلي بكرة قدام بيراميدز في كأس مصر. أكتر من حاجة، أول حاجة التركيز بيبقى من اللعيبة، ما بيركزوش مع السوشيال ميديا بصورة كبيرة. يبقى اللعيب نازل مركز في المباراة، انه عايز يخلص المباراة في 90 دقيقة. يبقى نازل مركز في كل كورة، ما ينساقش الجماهير، ما ينساقش للسوشيال ميديا، ما ينساقش التحكيم، ما ينساقش لأي حاجة لاستفزازات لاعبي بيراميدز ولا أي حاجة. تاني حاجة التشكيل من البداية، يكون المدرب عامل تشكيل كويس من البداية وتشكيل صح، تشكيل يركبه الماتش من البداية ويديله ويرجح كفته طول المباراة، مش اللي هو ينزل التشكيل وعلى حسب سير المباراة يبتدي يغير ويعدل الكفة ويظبط. يعني تشكيل متوازن بين خط النص بتاع النادي الأهلي لو امتلك المباراة. لو امتلك النادي الاهلي، لو امتلك خط النص بتاع المباراه، النادي الاهلي هيمتلك المباراه كلها. حاجه المهمه في استراتيجيه اللعب اللي هيلعب بيها كولر، وهي دايما ماتشات بيراميدز بتبقى ماتشات سرعه، ماتشات سريعه جدا. فالمفروض لعيبه النادي الاهلي ما تنساقش ورا السرعه، ما تخلصش المخزون البدني. لحظات السرحان كمان اللي بتبقى موجوده في خط نص النادي الاهلي وفي دفاع النادي الاهلي، لو النادي الاهلي كل العوامل دي اخد باله منها مع نسبه تركيز عاليه، اعتقد النادي الاهلي هيعدي بالمباراه ببر الامان. لحظات السرحان اللي بتمر على دفاع النادي الاهلي بصوره واضحه جدا بعد ما بيكون راكب المباراه مع اي فريق ومدلدل رجلي. النادي الاهلي يا ريت ما يبقاش فيه دايما ماتش الاهلي وبيراميدز بيبقى 90 دقيقه سرعات سرعات، ولاعيبه الاهلي طبعا لعبه ماتشات اكتر من بيراميدز، فبالتالي لعيبه مجهده. ايه الحل ان انا الاعب بيراميدز زون ديفنس، اقفل اضيق المساحات، لما ابتدي استلم الكره ابتدي العب الباص القصير، اقرب اللعيبه من بعض بحيث ان انا ما اعملش مخزون بدني كبير. لان في الشوط الثاني بيراميدز في الشوط الثاني هيقع بدنيا، وانا بقول لك بيراميدز هيقع بدنيا في الشوط الثاني. بيراميدز بيلعب افريقيا زيه زيك، بس فرق انك انت لاعب اكتر منه بثلاث او اربع ماتشات في كاس العالم للانديه. فاعتقد ان في عوامل مهمه قوي بسيطه لعيبه النادي الاهلي وكولر لو يعني فطن ليها، النادي الاهلي هيعدي بالمباراه ببر الامان. هدوء الاعصاب، برود الاعصاب، احافظ على المخزون البدني، ما اندفعش في الهجوم، ما افتحش الملعب قصاد بيراميدز، لان السكواد بتاع بيراميدز رائع. معاهم عبد الله سعيد من الوضع واقف بيعرف يعمل صانع لعب، معاهم رمضان صبحي بيدحر وبيعدي ومعاه سرعات، وعندهم لعيبه وفخري لقاي عندهم سرعات كبيره. النادي الاهلي لحظات سرحان اضيق المساحات في حاله عدم امتلاكي للكره، وابتدي اباصي باص قصير، والعب كور طوليه، واقفل الجيم في اول شوط، واقفل وبدايه الشوط الثاني ابتدي اهاجم براحتي. العوامل دي بامر الله ترجح كافه النادي الاهلي ان شاء الله في ماتش بكره ونفرح بالكاس.